السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ معلش يا جدعان هتلاقوا صوتي مكتوب شوية عشان انا عندي برد بقالي كام يوم كده، حتى مش قادر اعمل فيديوهات كده. يعني الفيديوهات اللي بنزلها دي قديمة شوية، ولكن دي معلومة انا لازم اقولها لكم صراحة، لان انتوا تقريبا امتحانكم المواد الغير مضافة بعد بكرة تقريبا، فقلت هو ده الوقت اللي لازم اقوله فيها. يا جدعان ما تستهتروش بالمواد الغير مضافة، ما تستهتروش بالمواد الغير مضافة. لو انت دلوقتي بتذاكر خلاص، انت سيب دلوقتي المواد الاساسيه وركز في المواد الغير مضافه. يعني اديها وقتها، حتى مواد غير مواد اساسيه مع مواد مضافه، بس ادي المواد المضافه وقتها حتى لو يومين اديها وقتها. لان انا حرفيا عملت كده، انا كنت بذاكر المواد الغير مضافه ليله الامتحان. يعني افتح كده ليله الامتحان اشوف الماده المضافه دي بتتكلم ايه، وفي ماده تقريبا مش فاكر كانت ايه، فتحتها فجر للامتحان، يعني يوم الامتحان الفجر. وحرفيا قعدت اقول للناس، كنت بسمع ناس يقولوا ايه يا جدعان المواد المضافه سهله، انت ممكن بس تقراها كده، لكن لا، المواد الغير مضافه لازم تتذاكر، لازم تتذاكر، وفي حاجات كتير فيها حفظ، يعني مش موضوع مش سهل، ما تستهترش بيها. انت ممكن تجيب 90% ولا 95% وما تعرفش تخش الجامعه بتاعتك بسبب ان في ماده غير مضافه انت شايلها او ساقط فيها، فتضطر بعدها بفتره تمتحنها، وهيكون ساعتها بقى الاماكن كل سنه وانت طيب. ممكن لو انت داخل خاص او حكومي، ممكن لو انت داخل خاص ما تعرفش تخش بسبب ان خلاص انت شايل الماده، والاماكن كلها بتخلص بسرعه. فاهمني؟ يعني انا حرفيا مش فاكر، انا في ماده غير مضافه انا ناجح فيها على 4 درجات، وكنت بقعد كل شويه، انا في الامتحان بعد ما حليت رجعت، انا كنت بعد كل امتحان براجع، حسيت ان انا حلل كويس وخلاص مطمن، براجع الاقي ايه ده، دي غلط، لا دي غلط، طب دي فيها شك. فالموضوع محتاج انك تبقى، طبعا لو انا لما جيت حضرت الشرح تاني شفت لا، ان انا اللي كنت مش مركز في الحاجه. الامتحان جاي مش سهل اللي هو الميه، لا ده محتاج برضو تفكير، محتاج ان انت على الاقل تكون قاري المنهج ده مرتين، مش بس اول مره تسمعه وانت رايح الامتحان، لان في حاجات هيلعب عليك فيها كتير، فانت لازم برضو تكون مصحصح معاه. فانا اجي اراجع، كان ساعتها فاكر الدين، اجي اراجع الاقي دي غلط، المعنى في اتنين شبه بعض، مش عارف ايه، في مش عارف، وفي معاني كتير هتحفظها. فلقيت عندي غلطات كتير جدا، لدرجه ان انا قلت ان انا كنت يعني بتمنى النجاح، بقول يا رب انا عايز انجح عشان ما اجيش بعد كده الاقيني مثلا جايب مجموع او عايز اقدم في جامعه، ولاقيني مثلا مش عارف اقدم بسبب ان انا شايل ماده غير مضافه، فدي ساعتها هتدمرني خالص. فانتوا المفروض ان انتوا تهتموا بالمواد الغير مضافه كانها ماده عاديه. انت الماده دي ممكن تنجحك وممكن تسقطك، ممكن لو شلت 3 مواد غير مضافه تسقط عادي، تعيد السنه كلها لو جايب 99%. فانت تركز في المواد الغير مضافه وتديها وقتها وما تكروتهاش، هي مش محتاجه كروته. تقريبا كان في صور تحفظ جزء الصوره، وما تحفظش الجزء الاولاني بس، لان انا بتهيألي ما كانش جاي لنا من الجزء الاولاني بس، كان جاي لنا يعني مثلا اول صفحه كان جاي لنا اخرها تقريبا، ما كانش جاي لنا الجزء الاولاني. فانت ما تكروتش، انت ادي كل حاجه وقتها. واقول لك طريقه حلوه تحفظ بيها، هات شيخ انت بتحبه بيقول الصوره دي، واقعد اسمعها كذا مره. يعني انت مثلا لو سمعت الصوره دي، مثلا لو مثلا الصوره مثلا الشيخ بيقراها في 20 دقيقه، انت لو سمعت الصوره 3 مرات وجيت تحفظها، هتلاقي الحفظ سهل جدا، لان انت مخك يعني حفظ الحاجه دي او سمعها 3 مرات، فالمره الرابعه ده بتتخزن في الذاكره الدائمه مش المؤقته، يعني انت سمعتها 3 مرات وحفظتها الرابعه، حتى لو انت نسيتها في الامتحان هتبدا تتذكر صوت الشيخ وهتبدا تفتكرها. اهتموا بالمواد الغير مضافه، وان شاء الله الامتحان يكون سهل وكلكم تحلوا كويس، وبس ما تستهتروش بالمواد الغير مضافه.